هنعمل النهارده غدا سهل وسريع جدا بفراخ، صدر فراخ. نعملها بشويه صوص بتاعها كله في نفس الوقت في الطاسه بطعم رهيب بجد. من غير كريمه، من غير كريمه الطهي، عملنا وايت صوص اقتصادي وطعمها فوق الخيال روعه. يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي كلامنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اول حاجه عندنا صدر الفرخه أو ننشفه من الميه او اي حاجه ونكون غاسلينه ومفيش اي زفاره او اي حاجه فيه. هنقطع الصدر الواحد على شريحتين، يعني احنا خدنا الصدر هنقطعه على شريحتين، ولو في جوانب في الجناب او اي حاجه نقطعها، لو في زيادات دهون او اي حاجه نشيلها وننشفه كويس، وهنقسم الشريحه على اتنين. بعد كده هنتبلها تتبيله سهله جدا بتوابل سهله خالص. ملح وفلفل اسمر وبابريكا فقط لا غير. رشة فلفل أسمر معاها رشة ملح، وبعد كده عليها رشة بابريكا. نحط برضو بقية الصدور اللي معانا، وبرضو بنفس التوابل هننزلها رشة ملح والبابريكا والفلفل الأسمر. وندخل التتبيلة دي بقى في الصدر كويس جدا، يعني زي نعمله مساج كده، على أساس ان هي تتشرب، يعني احنا مش هنتبلها ولا هندخلها التلاجة، احنا تبيناها على طول. هنبتدي السوا بتاعها. بس بجد لو اقول لكم الطعم بتاعها رهيب رهيب رهيب. اول حاجه هنجيب الطاسه بتاعتنا، هي الاكله كلها في الطاسه، يعني كله في الطاسه، مفيش اي لخبطه ولا اي حاجه. هننزل بمعلقه سمنه او زبده، ومعاهم في المقابل زيت حوالي 3 معالق زيت برضو معاها، عشان برضو تخلي معانا الفراخ تستوى، وبرضو تديها نسبه قرمشه كده. واول ما تاخد معانا لون من تحت نروح جايين مقلبينها على الاتجاه التاني لحد ما ما تاخد معانا لون ذهبي كده محمر كده، اللي هي اخدت مننا لون حلو، وبرده ان هي دخلت في السوا، بدأت تاخد معانا في السوا. تمام. قال برضو هنتأكد برضو نشوفها لو لسه برضو اللون اللي تحت اللي فوق ما خدش حلو، برضو ان هو اقلبها لحد ما تاخد معايا اللون الاحمر الحلو دوت. طبعا اللي هيساعد معانا في اللون ده البابريكا. هي كده استوت معايا نص سوا واخدت برضو لون حلو. هطلع كل دوت وفي نفس المكان زي ما هو هبتدي اعمل الصوص بتاعنا. شوفوا جمال لون الفراخ عامل ازاي بجد فوق الخيال. تمام. هنبتدي بقى نعمل الصوص بتاعنا. عندنا بصله مفرومه، ابيض احمر زي ما تحبوا، اللي متوفر عندنا. هي اكله كلها سهله ان شاء الله. هنديله تشويحه حلوه كده، عشان مش عايزه يخش مننا في اللون، لونه يتغير على اساس ما يبقاش حامي عليه. هنزل عليها بفصين توم، اقطعهم افرمهم واقطع ونفرمهم وننزل عليهم. اول ما ريحتهم تطلع معانا بمشروم، وهو كان المشروم عندي اساسا متخزن في البيت، فبرضو هو ده اختياري مش اجباري، بس برضو بيدي طعم حلو قوي. اول ما المشروم معانا كده يبتدي يدبل ويتقلب مع بعض حلو كده، هنزل بمعلقه دقيق فقط لا غير. والمقادير ديت او معلقه الدقيق مع الصوص اللي هعمله هيكفي معايا ربع كيلو مكرونه او ربع وشويه. تمام. عشان برضو الصوص يبقى غني في المكرونه بتاعتنا. المهم ان احنا هندي تديها المشروم ياخد كده مع بعضهم تشويحه حلوه. والدقيق بتاعي حطيته وبدأ معايا لونه يحمر وريحته تطلع، هنزل عليه بمجين لبن. تمام. ورشه ملح ورشه فلفل اسمر فقط لا غير، لان احنا برضو لازم ندوق الملح قبل ما احط معايا المكرونه. بس انا حطيت مجين لبن. بعد ما تدوبوا مع بعض والكريمه معايا تخنت شويه بسيطه كده، نزلت معايا الفراخ بتاعتنا. بس هتعمل معاكي طعم رهيب، كأنك ان انت عملتيه بكريمة الطهي وطعمها تحفة بجد. المهم ان هي هتاخد سواها من اللبن، هو اللي هيسويها. معانا هنا كان عندي معلقة قشطة من وش اللبن حطيتها. اختياري مش اجباري، بس هي بتعزز الطعم اكتر. يعني انا وش اللبن بشيله وبستخدمه بعد كده في حاجات زي كده. ممكن تستخدميه في يعني اي حاجة فيها محتاجة كريمة او قشطة، بستخدم منها معلقة. تحطيها معاه هتعزز معاكي الطعم. بس بجد الطعم رهيب. تظبطي الملح بتاعك وتتأكدي ان معاكي الفراخ استوت. لو ما استوتش معاكي ممكن تزوديها مج ميه تاني وتوطي عليها النار وتغطيها شويه لحد ما الفراخ تستوى معاكي. بس استوت وكله تمام، طلعي الفراخ بتاعتنا بالوايت صوص بتاعها، وانزلي بكميه المكرونه هتكوني سلقاها ومجهزاها، وتنزلي بيها على الصوص بتاعك في نفس الطاسه. عملنا الاكله كلها بالظبط في نص ساعه، وما اقولكمش طعمها كان عامل ازاي بجد رهيب. المكرونه اللي الفراخ استوت ذات نفسها باللبن، يعني بالحليب بتاعها، بجد رهيب رهيب رهيبه. طعمها فوق الخيال. ورشه بقدونس بقى للزينه. بس بجد جربوا الوصفه ديت وقولوا لي ايه رايكم فيها. تستحق التجربه، طعمها حلوه جدا واقتصاديه. ما استخدمتش فيها كريمه طهي ولا استخدمت فيها اي حاجه.
اقتصادية وسهلة جدا، في نص ساعة تقدري تعمليها. الصوص المكرونة بتاعها روعة 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 بجد. لو عجبكم الفيديو والطريقة ما تنسيش تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة لمة العيلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.